السلام عليكم حبيباتي، لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه. بالنسبه للفيديو ديال اليوم نقترح عليكم بطيبطات معمرين بحشوه ساهله. بالنسبه للعجينه تنحتاجو فيها الدقيق، خلط ما بين الفينو والفورص، دزت عليه خميره وملحه وشويه ديال سنيده وعجنته بخليط ديال الماء والحليب. العجينه العاديه غير الاضافه هي الحليب. تنخلط بشويه ديال الحليب مع الماء دافين وتنعجنهم كي شفتوها نتوما. جمعتها هنايا راه مدلكاش مزيان، يعني شي تدليكه نيت. هاي دلكتها، جمعتها دلكتها واحد شويه. صافي غنخليها هنايا تخمر. غطيتها بواحد البلاستيكه وخليتها تخمرات وقطعتها هنايا قريصات صغارين باش نديروا البطيبطات. شوفوا نتوما الحجم اللي يناسبكم. صافي وغطيتهم وخليتهم عاوتاني يرتاحوا. بالنسبه للحشوه رجعت لهنايا، خديت واحد المقيله درت فيها خضيره ديالي، خضيره اللي متوفره، خيزو وقريعه، فلفله خضراء وفلفله حمراء وشويه الزيتون مقطع. هادشي اللي درت فيها. بغيتو ديروا البصله ديروها، انا ما درتهاش. هاد البيبطات ديال الطون غادي نزيد فيهم الطون ولكن حتى الاخير. بالنسبه للحار اختياري، اللي بغى يديرو اللي ما بغاش يستغنى عليه. التوابل اللي درت الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال التحميره وخرقوم وشويه ديال الزعتر باش غادي نسمو. هادو هما التوابل اللي درت. صافي كي قلت لكم بالنسبه للحشوه راه ممكن ديروا اي خضره بالنسبه لكم متوفره. وبالنسبه للبصله اختياري تاني، كاين اللي تيبغيها كاين اللي ما تيبغيهاش على حسب الوليدات وصافي. هنايا كي قلت لكم راني نسمت بداك الزعتر، غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت، شويه زيت الروميه وشويه ديال الزيت البلديه وغادي نضيفهم يتشحروا. هنايا راه داك الخليط ديالي راه تشحر، غنخليه يبرد عاد غادي نضيف عليه الطون. هنا كي تتشوفوا ملي برد ليا داك الخليط ضفت عليه واحد شويه ديال الطون وشويه ديال الفرماج باش غادي نخدم به ديك العجينه وما تقطعش ليا، خاصو ضروري يبرد. المهم ممكن تخدموا به سخون ولكن العجينه غادي تبدا تقطع لكم وغتبدا تخرج لكم الحشوه. صافي هنايا راني خلطت هذوك المكونات كاملين باش يندمجوا، غادي نقسمهم. هنا بالنسبه للعجينه كي تشوفوا راه خمرات ليا اكثر من القياس. المهم هنا ماشي مشكل تخمر، واخا ما تجيكمش مفينيه ملي تبداو بحال دابا انيه تلاصقوا ليا. ماشي بالضروره نعاود عاوتاني نقرصهم، لا تنقطعوهم هكاك مباشره وتنعاود نعمرهم بالحشوه. غير تنبسطهم واحد شويه ونعمرهم بالحشوه فاش تيكونوا هكا خامرين مزيان. ما تنحتاجوش نعاودوا نخليهم يخمروا ملي نعمرهم بالحشوه. صافي مباشره غير تنعمر، نسالي الكميه اللي عندي وتنبدا نطيب مباشره. تيطلعوا زوينين، يعني راه خامرين المره الاولى وخامرين المره الثانيه. هنا الحشوه ملي تتكون بارده راه تتساعدكم على ديك العجينه ما تقطعش وتتكون ناشفه، ما تكونش مزيته بزاف باش ما تخليش ديك العجينه تحل. هنا حاولوا ما ديروش الزيت ملي تكونوا تتجمعوا العجينه حتى الاخير عاد تقرصوا بها، واللي بغى يقرص بالدقيق راه غيقرص بالدقيق. انا صراحه تيعجبني نقرص بالزيت، تيكون اسهل وتيجيو مقرمشين في الطياب ديالهم. هنا الزيت خلط معاها واحد شويه ديال التحميره باش تعطي داك اللون احمر على دوك البطيبطات. صافي وتنبدا نقرص وتنبدا نطيب مباشره. خديت المقله وتندير فيها 3 ب3 وصافي تنبدا نطيبهم. هنا كي تتشوفوا ملي تتخليو ديك العجينه ترتاح، يعني دغيا تيسهل عليكم تبسطوها، ما تتقطعش معاكم وما تتحلش. هنا واخا تحلوا ليا دوك الاولينات تحلوا واحد شويه، ولكن بديت بدوك الاخرات، ما بديتش بالاولات. الاولينات دغيا تيتقرصوا. ونحاولوا ما امكن ما نبسطوش بزاف ثاني باش ما تخرجش لنا العجينه، ونرققوهم شويه. ما يجيوش مهبرين بالبابه، يعني تتكون ديك العجينه مورقه باش هكا تتبان ديك الحشوه وتتكون يعني العجينه تتاكلي الخبز تتاكلي شي حاجه معمره، ماشي تتاكلي الخبز هكاك. ما عرفتش فهمتوني ولا لا. المهم تيجيو زوينين صراحه، جربوهم. كما تتشوفوا ديك التحميره وداك الزيت تيعطيهم واحد اللوين زوين، واحد اللوين احمر بحال تتاكلوا المسمن ديال الشحمه، ولكن هما معمرين بالطون. صراحه هاد الحشوه تجي بنينه. بالنسبه للحشوه ممكن تضيفوا الطون، ممكن تضيفوا صدر ديال الدجاج، ممكن تضيفوا الشحمه، ممكن اي حاجه عندكم متوفره غادي ديروها. راه تيجيو صراحه غزالين وتترافقوهم بالحريره او لا. المهم انا تناكلهم مع الحريره صراحه تيعجبوني.
نتمنى تجربوهم راه غادي يعجبوكم أكيد. بالنسبة للطياب ديالهم كما تتشوفوا تنقصوا البوطة تنخليوها على المهل وتنبداو نطيبوا بشوية علينا. هانتوما تتشوفوهم تنبقاو ندوروا فيهم حتى تيتحمروا وتياخذوا داك اللون الذهبي وتيجيو هكا مزيتين يعني بحال قلتي شاربين الزيت باش تيجيو زوينين في المذاق ديالهم، ما تيجيوش مهبرين اولا خاويين من الداخل. الحشوه تتكون معمراهم ومقاده في الداخل، يعني ما تتكونش واحد الجهه فيها الحشوه وحده لا، تيكونوا مبسطين مزيان. كي تتشوفوا راه تيجيو رائعين، جربوهم صدقوني غادي يعجبوكم، ورمضان مبارك سعيد.